ازيكم يا بنات؟ وحشتني جدا جدا من اخر فيديو نزلته. النهارده بقى هنرجع مع بعض نعمل روتين في اوضه النوم. من زمان قوي يا بنات ما عملتش معاكم روتين في اوضه النوم. انا بتهيألي انتوا نسيتوا شكل اوضه النوم، بس صدقوني هتطلعوا من الفيديو دوت واخدين باور كده جامد وشجاعة وبروتين جامد كده. اللي احنا طبعا هنلمع الخشب ونلمع التسريحة والسرير وكلهيته، يعني مش اللي هو ملاية سرير هتتغير وبس، لأ، هتطلعوا متحمسين كده. طبعا الأوضة دي يا بنات كنت فاتحاها من الصبح بدري، وخلاص بقى أنا ساعة ما كنت جاية راح أروقها كان قرب العصر وكده. ما قلت خلاص بقى الشمس هتختفي وكده، ما روحت أقفل الشباك وكده عشان يعني الأوضة مش تسقع، عشان طبعا بننام فيها بالليل أنا وبنتي والجو مش يبقى ساقع فيها وكده. عشان كده قلت بقى هقفل الشباك عشان الأوضة مش تبقى باردة كده أو نحس ببرودة بالليل وكده. خلاص بقى هنا قفلت وهظبط برضو ستاير وكده. عايزة برضو أمسك الستاير دي كلها يا بنات وأنزلها واغسلها طبعا قبل الولادة، يعني منها هغسلها للولادة ومنها برضو هغسلها للعيد، لأن طبعا لما هاجي هولد خلاص بقى هيكون باقي حاجات بسيطة خالص على رمضان، يبقى ايه غسلة العيد وغسلة الولادة وكده. ما طبعا عشان مش في حد هيجي طبعا يساعدني ولا هيعمل حاجة، وطبعا اني ربنا يعيني يا رب، راح احاول ان ايه ابقى مظبطه شقتي كلها قبل ما اولد. اللي طبعا انا ممكن لما اجي اولد وكده ممكن محدش يجي يخدمني او كده، ما طبعا لازم انا اخلي ايدي في كل حاجه كده، عشان لما اجي اولد لو مش كنت قادره اعمل حاجه يبقى السجاد بقى عندي نضيف والستاير عندي نضيفه للعيد برضو، يبقى يعني حاجتي نضيفه وكده، ما حتى اقدر بس ايه الواحد يتسند وكده. حتى يعني حتى لما حد بيجي يساعدني او كده مش بيعمل حاجة بضمير، والله يعني اللي بيبقى قاعد معايا ساعة الولادة والله بات ما بيعمل لي حاجة بضمير، سبحان الله. كل واحد هو على قد ضميره، يعني باجي اولد وكده ما بلاقيش الاهتمام زي ما انا بعمل في شقتي. محدش بيروق لي زي شقتي. انا كنت طبعا في ادم ابني كنت تعبانة جدا ساعة ما كنت والداه. انا والله يا بني كنت بتسند كده على الحيطان، واقوم امسك المكنسة الكهرباء وكنت افضل امسك السجاد واكنس فيه والله من كتر ما هو متبهدل. ما طبعا عشان في مشاكل وكده ممكن محدش يجي وكده. ما طبعا انا بحاول قد ما بقدر اعمل وارتب بقى شقتي ايه قبل ما اولد وكده، تبقى كل حاجة ايه نظيفة وكده. هنا بقى يا بنات زي ما انتوا شايفين كنت بلمع الدولاب وكده اهوت، بلمعه 3/4 الضرفة، مش بلمع الضرفة من اول لمحة اخرها. هي عامة الظروف كلها عندي نظيفة، بس انا قلت ايه يعني انا إيه اسمه دي رب ألمع ال3/4 عشان يعني ايه من مطرح ما بنفتح الدولاب وبنقفل ايدينا اوقات بتبقى مبصمة على الدولاب، اوقات بنتي بتروح ناحية الدولاب، ابني بيروح ناحية الدولاب، بتبقى ايديهم مبصمة طبعا على الدولاب وكده. ما انا قلت ايه ننضف ايه اول 3/4، هو كده الدولاب نضيف وحلو، بس قلت ايه ادوه تلميعة كده. وبرضه هنلمع الملاية وكده، المراية بالتسريحة كده هديها لمعة. انتوا طبعا شايفين المراية والله هي نظيفة مش مستاهلة، بس عشان بعمل الروتين ده كل اسبوع في شقتي يا بنات، ما على طول بقى الأوضة نظيفة، يعني عندي الأوضة على طول هادية، مليانة على طول ايدي في الأوضة، يعني كل أسبوع لازم أعمل الروتين ده فيها، كل أسبوع لازم أعمل الروتين ده فيها. ما الحمد لله ولا عندي حفارة ولا عندي أي حاجة في شقتي. الشقة ما شاء الله 24 ساعة نظيفة وكده، عشان ايدي فيها وكده. طبعا انا ممكن كنت اعملها كل فتره وفتره بس هلاقيها متطربه جامد، عشان كده أنا ايه اللي هتروح حاطه ايدي فيها. هنا بقى كان في فلوس حطيتها في الدرج، وده بقى ايه بكون بسكوت بتاعت عيالي، قلت بقى لما يجي ياخدوهم يبقى ياكلون بقى الفهنة. حطيتهم لهم كده ايه على التربو، عشان لو حطيتهم جوه التربو انا راح انساهم حرفيا، ومش راح اديهم اللي هم ياكلوهم وكده. عشان كده يعني ايه حطيتهم قدام عينيا عشان لما يجوا ابقى ايه اتذكرهم، حتى لو نسيتهم على الاقل اشوفهم اهوت. والحاجة بقى اللي بلمعها برجع ايه ارصها تاني، يعني الحتة اللي بنضفها وبلمعها بجيب حاجتها وارصها عليها زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهرجع برضو ايه ارجع الحاجة ورا كده والمع الحتة
وابدأ ان انا ارجع الحاجة كل حاجة في مكانها. والله يا بنات مش خدت معايا 10 دقايق وكنت مخلصة التسريحة اهو. شفت التسريحة بقى اترتبت في ثانية ازاي. هنا طبعا برضو هلمع الخشب بتاعها وكده اهوت. التسريحة دي نفعني جدا، اللي هي عالية برضو مش بيعرفوا يجيبوا الحاجات قد كده من عليها، غير بقى ما نفعني في هدوم جوزي بتاعت الشغل. يعني عندي ضرفتين فيهم كبار، التسريحة بتاعتي فيها ضرفتين، ضرفة يمين وضرفة شمال طوال. المداد بقى بصراحة نفعني جدا، بحط بقى فيهم هدوم الشغل وكده. اما الدولاب بقى الهدوم النظيفة وكده يبقى متطبق ويبقى شكله حلو اهوت. خلاص بقى هو اصلا مش بتبقى محتاجة تلميعة، اللي انا اصلا كل اسبوع ايدي في الاوضة، ما الاوضة يعني نظيفة مش بتبقى عليها حفار ولا تربية ولا كده. هنا برضو هلمع سقف السرير او ظهر السرير، مش عارفة بتسموه ايه. برضو راح نلمعه كده، هو نضيفه كده بس برضو لازم نتأكد عشان لو في حفارة ممكن تطير علينا واحنا نايمين او كده. او طبعا لازم الحتت ديت يعني ننضفها اول باول كده، يبقى ايدينا في الحاجة. ومهما ايدينا في الحاجة والله يا بنات بنيجي نعملها بنلاقيها نضيفة وما بتاخدش وقت. يعني ممكن اسيب اوضتي ديت بالشهر ما حتى اروقها، بس بعد كده اتعب. اما كده لا، يا دوبك بمشي ايدي والاوضه نظيفه. يعني انت بتمشي ايدك بس على الحاجه وخلاص اهو. بصوا الخشب ملمع ونضيف وجميل. كان نفسي بقى يا بنات ومنى عيني اللي انا امسك البطانيات، بطانيه ادم وبطانيه اوضه النوم، اطلعها والله يا بنات فوق في البلكونه. بس بصراحه الحمل تعبني جدا جدا، مش بقيت بقدر اشيل حاجه وبقيت بنهج. وبقيت باجي اعمل شغل والله ما بقيت بقدر، حتى لما باجي اتكلم كتير بنهج وحياة ربنا. ما انا قلت بقى خلاص انا كده كده فتحت الشباك وهوت الاوضه وهوت البطانيه وكده. بصراحه مش اللي انا مش في حل ان انا اشيلها، البطاطين بتاعتي تقيله. كل بطانيه عندي 10 كيلو، ما تقيله قوي. البطاطين عندي تقيله كبه كده، عشان اجي اطلعهم وكده مش بقدر. انا شقيت عشان في الدور الاولاني، اما لو شقيت في الدور التاني كانت هتريحني في حكاية البطاطين والغسيل والحاجات دي. على اني بحب الدور الاولاني على الدور التاني، عشان انا مش مغرمة سلم. بس يعني الدور التاني بيريح في النشير وفي حكاية البطاطين دي. طبعا كانت دفاية بنات برضو بغطي بها بنتي بالليل وهي نايمة، عشان يعني لو البطانية اتشدت من عليها كده تبقى انا متأكدة اللي هي متغطية، يعني مش هبقى قلقانة بالليل. وهشيل بقى الملاية وكده. واول بقى ما الم الملاية كلها على بعضيها هبدأ اخدها وهحطها في الغسالة. اللي انا في اليوم ده كنت بغسل برضو غسيل، من اول ما هلم الملاية كلها اروح حاطها في الغسالة، عشان اكون انا خلصت الاوضة وكده يكون برضو الغسيل خلص وكده. اهو نفضت برضو السرير وكده. والبطانية دي نفعني جدا اوي يا بنات، اللي انا حطاها على المرتبة نفعني جدا. يعني لو شلت البطانية بتلاقي عندي اسمه دي يا رب يا رب اتذكر المرتبة بتلاقيها عندي جديدة لنج، مش اللي هي متبهدلة او كده، لا عندي البطانية المرتبة جديدة لنج. بقى بصراحة البطانية اللي انا حطاها دي محافظة جدا جدا على المرتبة. وخلاص بقى طلعت الملاية اللي انا هفرشها. هنا بصوا يا بنات انا نسيت خالص اللي انا كنت شايلة الملاية اللي انا كنت فرشاها الاول مشجرة. يعني أنا من عادتي لو انا حاطة ملاية متشجرة ولا ملاية تبقى فيها ورود او كده، اللي انا بشيلها وببدأ اللي انا احط بقى واحدة سادة. يعني تبقى يعني تغيير، وفي نفس الوقت تبقى يعني يعني حاجة تهدي النظر كده. السادة بيهدي النظر، في نفس الوقت مش يبقى يعني اشيل منقوشة احط منقوشة، اشيل منقوشة احط منقوشة. وبصراحة انا نسيت، يعني انا مش افتكرت اللي انا كنت حاطة ملاية اللي هي منقوشة، ورجعت حطيت واحدة منقوشة الا بعد ما خلصت، يعني بعد ما فرشت الملاية وكده. ما انا بصراحة مش قدرت اشيلها وكده، قلت بقى خلاص وكده. ما سبتها، عامة شكلها جميل قوي. يعني الملاية دي انا بحبها جدا جدا. بس انا كان نفسي في الملاية ديت تبقى كلها مشجرة، يعني مش يبقى فيها خط برتقاني سادة في النص كده. يعني بحسها لو كانت مشجرة من اولها محيط اخرها كانت تبقى شكلها اشيك واحلى. بس هي جايلي بقى بالمنظر ده.
خلاص بقى اول ما فرشت الملاية كده وظبطتها، خلاص بقى بدأت بقى ان انا اجيب بطانية واحطها طبعا على الملاية وكده، وجبت الكيبرت اهوت. والله بقى ما خدوا معايا الا 10 دقايق الأوضة، وكانت بقى ملمعة كده ومنضفاها وجميلة. وخلاص اهو هبدأ بقى ان انا افك الكيس المخدات وكده، عشان طبعا اول ما هفكهم واخلصهم هجري على الغسالة واروح ازقلهم جوه الغسالة، عشان مش يبقى ورايا هدوم وكده. زي ما انتوا عارفين في الشتاء بتبقى الشمس ضعيفة، وهدوم الشتاء بتبقى كتير عن الصيفي. يعني هدوم الصيفي برضو ايوه احنا كل يوم بنقلع في الصيف وبنغير وكده، بس ما بتبقاش يعني زي هدوم الشتاء. هدوم الشتاء تقيلة وتبقى كتيرة قوي قوي. يعني والله يا بنات كل يومين بغسل والاقيكم، كل يومين بغسل والاقيكم كوم 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 كده. ما بصراحة انا اتخنقت من قصة الغسيل دي خالص خالص. يعني يا دوبك ألم يا دوبك أنشر يا دوبك ألم. أنا حرفيا بلكونتي كبيرة أوي إن أنا بنشر فيها فوق، حتى فيها 9 حبال. كل ما باجي أنشر لازم أملى 9 حبال. طب انتي بتكومي هدوم كتير كده ليه؟ والله يا بنات ما بكوم، يعني أنا ايدي أول بأول. بس العيال بقى اللي عطول بيقلعوا، وجوزي غير ما جوزي طبعا شغال على الخلاطة وكده. ما طبعا بيبقى ليه هدوم خلاطة وليه هدوم بيتي، غير الجواكت، غير مبني ليه هدوم مدرسة وهدوم بيتي، غير بنتي كان نازلة كده القمر بتروح الحضانة الصبح وبتيجي تغير. ما الهدوم عندي كتير قوي قوي، يعني كنت بقى اغسل الاقي هدوم. وربنا يا رب يعيننا ويعين المسلمين يا رب كلهم. وانا برضو بحاول ايدي اللي عطول في الغسيل، ايدي هنا هنا، عشان برضو لما اجي اولد مش هبص الاقي غسيل كتير متكوم او كده، لا تبقى شقتي نضيفة من كله. خلاص بقى اي كيس مخدة بغيره، ببدأ ان انا ازقله ورايا كده ما حد اخلص كله. اهو مش بقى بتهيألي الا الكيسين بقى المخدة الصغيرين دول. انا جاي المرتبة بتاعتي كيسين مخدة كبار، يعني خدتين كبار والخدتين صغيرين، مخدتين صغيرين كده. ما عندي 2 كبار و2 صغيرين. خلاص اهوت بقى واحدة وخلاص. هما اصلا بيضايقوني بصراحة، انا من نوع بتخنق لما باجي اغير كيس المخدات. بصراحة بتضايق، مش ما بحبش بصراحة اغيرهم. بتخنق، بحب اغير الملاية واجيب حد يغير لي كيس المخدات، بس مين هيجي؟ طبعا غصبا عني انا اللي بغيرهم. اهو كده انا خلصت. بصوا هنا كنت بنهج، والله يا بنت حرفيا انا كنت بنهج. عامة الفيديو طويل ده كمان، يعني انا مسرعة الفيديو، انا بعمل ببطء جامد، لان لما باجي اعمل حاجة بنهج بطريقة فظيعة. مش عارفة اصلا ايه قصة اللي انا كل ما بعمل حاجة بنهج. ممكن بس عشان في اخر شهور ولا ايه مش عارفة. بس يا رب يقومنا بالسلامة انا وكل اللي زي يا رب. خلاص بقى احط المخدة التانية اهوت وخلاص. بص المخدات والله يا بنات بتظبط الشكل. احنا عامة ما بننامش على المخدات دي كلها، بس انا بحطها يعني كمنظر كده. هي مخدة واحدة اصلا اللي بننام عليها. هنا طبعا يا بنات كنت بقى خلصت الأوضة وكنست السجادة ومسحت الكومودينو وظبطت على الأوضة، وشفتوا بقى الدولاب كان ملمع وجميل. وطبعا أكيد فرق اللي الدنيا بقت هادية جدا عن الأول، وكل حاجة بقى اترتبت كده في مكانها. وطبعا أنا بعشق حاجة اسمها الترتيب، والله يا بنات بحب الترتيب جدا. في أي حاجة أنا بحب أي حاجة كده بتبقى مرتبة. شفتوا بقى منظر السرير والحاجات كده اهوت، ودي بقى الستاير، وزي ما قلتلكوا انا هنزلها عشان اغسلها عشان الولادة وكده. اهو ده بقى منظر السرير، والملاية شكلها جميل برضو اهوت، ودي منظر الأوضة. خلاص بقى انا يعتبر كده انا خلصت اوضتي وروقتها. هو بس ناقص لها ايه بقى؟ حبة معطر كده جو، ونمسكها بقى ايه ونرش كده. وانا كمان قافلة الشباك، يعني الريحة هتثبت اكتر وقت. بالذات المعطر دي لما بتبقي سايبة الشباك مفتوح ما بتحسش بريحته، اما لما الاوضه بتبقى مقفوله بتحس طبعا بريحته وبحلاوته. بحاول كده ارشه بقى على السجاد وعلى الملايه وكده، عشان يعني الريحه تثبت اكتر، يعني تفضل معايا وقت طويل. طبعا زي ما انا قلت لكم انا كنت بغسل على الغساله العاديه، عشان في هدوم بقى خلطه وكده. ما انا بص غسله كميه هدوم كبيره قوي. ادي ثبت وادي تاني ثبت اهو يا بنات، غير ما في ثبت تالت
دي طبعا مش هتصوره خالص عشان بقى في هدوم في الخلاطة وكده. طبعا مش هتبقى شكلها حلو، ليها هدوم يعني شغل وكده، مش هيبقى منظرها ايه لطيف وكده في الكاميرا. مني مرضتش بصراحة اصورها. طبعا راح اخد الغسيل ده هطلعه في الدور التاني عشان انشره بقى في البلكونة، عشان زي ما انتوا عارفين انا قاعدة في الدور الاولاني، ما مش في ايه بقى بلكونة. باخد الغسيل ده سبت كده بالراحة، وهطلع ايه هنشره، وبعد كده ننزل هنشوف هنعمل ايه. هنا طبعا يا بنات كنت خلاص نشرت الغسيل. الحمد لله ربنا قواني كده، وبدأت اطلع انزل على السلم عندي يعني بنهج، انا ما بحبش بصراحة السلم خالص. المهم بقى طلعت وكده، ونزلت بقى عشان اعمل بقى ايه الغدا وكده. هنا طبعا كنت مفرطة بسلة كده بالليل وانا قاعدة قدام الشاشة، بقعد كده اتسلى وانا ايه بفرفط فيها وكده. بس انا بصراحة يا بنات رحت عند 3 اسأل على جزر، يعني 3 بياعين وكده، عشان نسيت اجيب جزر من السوق وكده. ما بصراحة مش لقيت، يعني عندي ال3 ما لقيتش جزر، ما انا كنت زعلانة موت. اللي كان بصراحة نفسي ببسلة بجزر، يعني انا اصلا كان نفسي فيها قوي قوي بسلة بجزر. اما طبعا لما مش لقيت جزر وكده عملتها بقى بحبيتين بطاطس بقى وخلاص، قلت برضو ايه البطاطس هتمشي وخلاص. انا يعني كذا مره يعني اعملها بالبطاطس وكانت بصراحه بتطلع جميله. حتى بعت ابني وكده عند سته، قلت له يا ادم روح شوف لنا اسمه دي يا رب جزرتين كده عند تيتا او كده يا ماما. ما راح برضو سأل تيتا وكده، قلت له لا والله يا ادم ما جبت برضو انا كمان من السوق وكده. ما هي بصراحة لما بيبقى عندها جزر او كده بصراحة بتدي الادم وكده، تقول له خد اه، وقت بتديله كتير كمان، اللي هي عارفة يعني ايه بيحبوا ياكلوه كده هو ناي. ما اوقات بصراحة بتديلهم. ما هي برضو مش كانت جايبة، يعني يعتبر ام جوزي دي كانت ربع واحدة ايه اسألها في جزر ولا ما فيش، كان ناقص اسرق يعني اروح عند الجيران واخبط عليهم اقول لهم مين اللي عنده جزر. بصراحة كان نفسي في البسلة بجزر، بس يلا يعني. كان طعمها والله جميل قوي يا بنات، جربوها برضو بالبطاطس وهتعجبكم. وخلاص بقى جبت بصلايه، وقلت بقى هعمل بصليه كبيره لان يعني ما شاء الله عامله كيلو بسله وعليه بطاطس، يعني كان يعتبر بالبطاطس بالبسله كيلو الا ربع، يعني كله في بعض، او قولي كيلو صوفي، عشان طبعا البسله لما بنشيل منها القشر بتفرق، بيبقى يعني الوزن بتاعها اقل. ما هو قولي بالبطاطس بكله قولي كيلو بسله صوفي من دون قشر. ما طبعا قلت يعني بصلية كبيرة كده تبقى حلوة فيه، علشان ايه طعم البصل يبان برضو في الأكل وكده. عمالة اخرط فيه وكده. وخلاص بقى هنا كنت علقت على البصل يا بنات، ووطيت بقى الولعة بالراحة، وقلت بقى يعني اسيب البصل وكده يحمر، اكون انا ايه ضربت شفشق الطماطم وكده. هنا اهو كنت جايبة طماطم، وانا بحب يا بنات في اي اسمه دي يا رب اي طبيخ اطبخه لازم احط فيه فلفل اخضر، يعني لازما اي محشي اي طبيخ اي طماطم عامه بفرمها لازم افرم فيها فلفل اخضر. بتدي طعم حلو جدا جدا في الاكل. وجربوها يا بنات وعلى ضمانتي والله جربوها، يعني اي طبيخ حطوا فيه فلفل اخضر كده وانتوا بتضربوا الطماطم هتعجبكم. اهو هنا بقى ضربت شفشق كده محترم برضو اهوت، عشان يبقى الطبيخ احمر كده ومش ابيض، عايزه احمر كده وحلو. اه هنا طبعا رحت اشغل حنفية الفلتر، اللي كان الفلتر مخلص، يعني المايه كانت فيه ضعيفة وكده. ما انا مش كنت واخدة بالي خالص اللي الفيشة متشالة، ما انا رحت بقى ايه عشان احطها وكده المايه تقطع كده، لا يبقى انا عندي ايه مية وكده. على انا بصراحة ما بحبش اروح اجيب مية من حد وكده، يعني اللي عندي لما المية بتقطع مستحيل اروح اجيب من حد مية او كده. بحب تبقى ميتي موجودة عندي، الحمد لله ان على طول مخزنة مية في المطبخ، وعلى طول مخزنة مية في الحمام وكده. ما المية بقالها يومين بتعملها معانا وبتقطع من اول النهار ما هتأخره. ما عملتها بصراحة يومين، ما أنا الحمد لله كان عندي مية وكنت بطبخ واغسل مواعيني، ومش كنت بخلي في حوض ولا طبق. بصراحة مش بيبقى ليا نفسي اروح امسك جيركن واروح عند حد واخبط على بيته واقول له املالي جيركن مية. هو الرسول صح وصانا على 7 جار اللي احنا ممكن يعني اي حاجة اسفة، اي حاجة ممكن ناخدها من جارنا وكده، بس انا لا مش بعرف بصراحة اروح اخبط على حد واقول له املالي مية او كده. انا ممكن لو حد عايز مني حاجة اديله، بس ما احبش اخد، يعني انا ما بحبش اخد حاجة من حد، يعني اللي عايز حاجة بديله بس انا ما اخدش.
ممكن دي عادة بقى مولودة فيا او كده مش عارفة، بس يلا عادي. المهم بقى بصي يا بنات، تعالوا نرجع بقى للطبيخ وكده. هنا كانت البصلية احمرت وكده، ورحت بقى كب عليها شفشق الطماطم، وحطيت بقى كمون وفلفل اسمر ومعلقة ملح. وخلاص هنزل بقى بالبسلة. جربوها الطريقة دي زي ما انا عاملة كده بالظبط، هتعجبكم جدا. سووا البسلة كله في بعضه ني في ني زي ما انتوا شايفين كده، هتاكلوا احلى طبق بسلة والله يا بنات. خلاص بقى هنا خلاص هتقلبها تقلبتين، وبروح بقى مغطية وسايباها، بسيبها بقى تستوي مع نفسها. اهو بصوا خلاص كده انا خلصت الطبيخ، يعتبر اني عندي كده الطبيخ بالنسبة لي كده استوى، مهما كل حاجة اتحطت على بعضها في الحلة. خلاص. هنا طبعا كنت هعلق بقى على اللحمة، عاملة كمرة وكده طماطم وبصل وكمون وفلفل اسمر وملح وحبة بهارات لحمة، ونزلت بقى بنص كيلو اللحمة على الشوربة طولي كده. اهو اهم حاجة بس تبقى الشوربة ايه بتغلي، يعني المية دي بتبقى بتغلي. واقلب بقى الكلام ده كله في بعضه. جربوا برضو اللحمة بالطريقة دي هتعجبكم والله قوي يا بنات، هتشربوا احلى حبة شوربة. انا طبعا يعني ما شاء الله عيالي اهم حاجة عندهم الشوربة، يسيبوا اللحمة ويشربوا الشوربة. ودي بصوا البسلة اهو ما شاء الله عليها، يعني خلاص دخلت في السوا وكده وعمالة بقى تغلي. وهنا هروح اعمل برضو حبة رز بشعرية كده جنب الاكل. بص انا معلقة على الطبيخ ومعلقة على اللحمة والرز، انا بحب اعمل الاكل كله في نفس الوقت. اجي بقى اطلع من المطبخ وابقى مخلصه كله، انضف من كل شويه اروح اعمل الرز، شويه اعمل الطبيخ، شويه لا كله مره واحده. وطبعا غسله الرز جنبي وكده عشان يعني الرز مش الشعريه رب ما تتحرقش وكده. اول ما تحمر اروح بقى نازله ايه بالرز وكده، واديله بقى تقلبتين كده. ابصوا ما شاء الله يعني الشعريه فاتحه كده وجميله وذهبي وجميله، شكلها حلو قوي. لون الشعريه بالمنظر ده بصراحه دي اللي بيعجبني، دي اللي بيظبط دماغي شكلها حلو قوي، لون الذهب كده. خلاص بقى كده بظبط المية وكده. وخلاص بقى احط بقى فيه معلقة ملح وكده واديله تقلبتين، وخلاص بقى اغطي. بس انا بزود مية بشويش بشويش عشان الرز ده زي ما انتوا عارفين قلتلكوا قديم ما بيعوز مية. انا لسه طبعا مش بيض من الرز الجديد وكده، الرز ده عندي قديم ما بيعوز مية كتير. خلاص بقى حطيت بقى معلقة الملح وقلبه كويس عشان يعني الرز ايه يتغلف في الملح وتبقى المية كلها مملحة، ما يبقاش المية ايه ناحية مملحة وناحية ايه دلعة، عشان الرز يبقى طعمه واحد. وخلاص بقى كده. خلاص بقى اني في الوقت دي يا بنات كده كنت مخلصة الاكل. بصوا ما شاء الله الطبيخ وشكل الطبيخ وحالات الطبيخ. انا الشيف منى انا اكلي احلى من الشيف، انا الشيف منى. بصوا اه احلى طبق طبيخ تاكليه من تحت ايد الشيف منى. ورز بقى المفلفل اللي بصوا مين بقى بيعمل رز زي حلاوته كده، زي حلاوة الرز اللي انا عاملاه مش بقول لكم معاكم الشيف منى. رز بصوا يا بنات والله ما شاء الله عليه كله مفلفل. طبعا كلنا ستات شطار وكلنا بنعرف نطبخ، طبعا ما فيش احلى من الستات المصريين. سيبكوا بقى من الستات ايه اللي يعني بلادات بره غريبة دي اللي احنا مش بنبقى عارفين اصلا بلدهم هي ايه. اما اي بلد مصرية دي تلاقيه بقى ست ايه ست البيت وخلاص بقى بصوا اللحمة والشوربة، يعني ما شاء الله على حبة الشوربة بألف هنا اللي هيشربهم وبألف هنا